كنت من يومين بحاول احل مكعب روبكس، ولكن للاسف لما جيت عند اخر صف نسيت الطريقه اللي احل بيها اخر صف، مع ان انا كنت في الصيف او من كام شهر كنت بحل المكعب ده وكنت كاسر فيه رقم قياسي ان انا بقدر احله في دقيقه ونص او دقيقه، كنت كاسر فيه رقم قياسي بالنسبه لي، وكنت بتسابق انا وواحد صديق ليا فكنا بنتسابق مع بعض وبنحله باسرع طريقه. بس المشكله ان لما جيت حليته من يومين انا نسيت، فده خلاني اخاف. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد الهواري. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع ازاي ان انت تقوي ذاكرتك وازاي ان انت تحافظ على ذاكرتك لاكبر قدر ممكن في حياتك، تبقى محافظ عليها قويه لحد ما تكبر في السن. طبعا اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان انا خفت ان انا انسى معلومات انا عايش بيها في حياتي، معلومات عن خبره، ومعلومات انا لما عرفتها نورت لي حاجات كتيره جدا في حياتي، فانا خفت ان انا انسى المعلومات دي. طبعا المعلومات اللي انت بتاخدها عن خبره وعن تجربه صعبه دي بتخليها ترسخ عندك، وصعب ان انت تنساها زي المعلومات اللي انت بتعرفها من غير ما يعدي عليك عرض في الحياه ان انت تستعمل المعلومه دي، ولكن انت ممكن تنسى المعلومات. فانا بحثت على الموضوع وهديك النهارده خطوات ازاي تقوي ذاكرتك وتقوي ذهنك وفي نفس الوقت تحافظ عليها اكبر وقت ممكن. اول حاجه لازم ابينها انه الذاكره دي تعتبر زي عضله انت بتقويها ولازم تمرنها، زي ما انت بتروح الجيم وبتحاول تحافظ على جسمك وتمرنه، لازم تحافظ على ذهنك وتمرنه علشان يقوى. اول حاجه ناس كتير بتتكلم عنه وكلهم اتفقوا على الحته دي عشان تقوي ذاكرتك، تقوي جانب الحفظ عندك، ان انت يبقى عندك حاجه يوميه بتحفظها، ورد يومي بتحفظه، حاجه ثابت عليها سواء يوم سواء كل يوم سواء كل اسبوع، المهم قاعده تبقى ثابت عليها طول حياتك ما تقلش، علشان تحافظ على ذاكرتك وعلى قوتك الذهنيه. حتى تلاقي ناس كتيره من اللي هي بتحفظ قران او كذا ذاكرتها حديد، ذاكرتها تلاقي ممكن عنده 100 سنه ولكن ذاكرته قويه. ليه؟ لانه في حاجه بيراجع عليها يوميا، بيمرن ذهنه يوميا في حفظ حاجه معينه، وده مهم جدا، تمرين الذهن سواء كل يوم سواء يوم سواء كل اسبوع، المهم ان دي قاعده تحطها لنفسك ما تقلش عليها ابدا. تاني حاجه طبعا واللي بتثبت الحفظ وهو عمده الحفظ اللي هو التكرار والمراجعه. لازم مراجعه، لان الانسان بطبعه بينسى، اي حد بينسى، فلازم انك تراجع. لو هتراجع مثلا المعلومات اللي عندك كل سنه كل شهر، المهم ان انت تراجع عليها علشان تثبتها وترسخها، فده عايز تكرار ومراجعه. ده من الحاجات اللي بترسخ وبتثبت، ولو انت هتكررها على مسافات بعيده افضل ان انت تكررها في يوم واحد، تكرر المعلومه اللي انت عارفها على مدار بعيد، كل اسبوع مثلا كل شهر تكرر المعلومه دي، تكرر المحفوظ ده من الحاجات اللي بتساعدك على تقويه ذاكرتك وتقويه الحصيله اللي انت حافظها. ومن الحاجات المهمه طبعا اللي هي بتزود قوه العقل والذاكره والذهن هو التفكير الكتير، انك تفكر في المعلومات اللي انت عرفتها كتير، تربط بينها، تحاول ان انت تحلل المعلومه دي بالمعلومه دي، تفحص فيها، تحاول ان انت حتى لو لقيت مثلا حاجه قدامك او حدث قدامك وانت ماشي في الشارع وانت في موقف معين، انت تحط اللي انت عارفه من معلومات ومن حاجات على الموقف ده، توظفها في الموقف ده، تراجع المعلومات دي تاني. فدي من الحاجات اللي انت بتثبتها، وربط المعلومات وكثره التفكير في العلم من الحاجات اللي بتزود الذاكره. بس كثره التفكير هنا دي معلومه شائكه محتاجه لتفصيل، ممكن اعمل عنها فيديو قدام، اللي هو الفرق بين التفكير وبين الوسوسه، والفرق بين التفكير الايجابي والتفكير السلبي، لان في ناس كتيره ممكن تفتكر نفسها من الناس المفكره ولكن هي بتوسوس. فالحاجه دي مهمه جدا، ممكن اعمل عنها فيديو قدام، ازاي تعرف اذا كنت بتفكر ولا اذا كنت بتوسوس، وازاي تفكر تفكير سليم. حتى لو التفكير اللي انت فيه تفكير سليم، فتفكر فيه قد ايه وتديله قد ايه من الوقت في التفكير بتاعه، لان في بعض المعلومات قد تحتاج منك انت تفكر فيها ايام، وفي معلومه ممكن تعرفها مش محتاجه، يعني 1 زائد 1 يساوي 2، مش محتاجه تفكير كتير، ممكن التفكير فيها الكتير يؤدي الى مرض، يعني توصل لحاجه ملهاش اي 30 لازمه، يعني توصل لحاجه ملهاش معنى. فانا ان شاء الله قدامك بقى هعمل فيديو كامل عن الفرق بين التفكير السليم والتفكير غير السليم، فحاول انك تشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات القادمه. طبعا اهم حاجه وكنت اتكلمت عليها قبل كده في الفيديو ازاي تبدا على اليوتيوب، ان انت تكسر القلم، ان انت تكسر القلم وتفعل ذهنك. يعني انت مثلا دلوقتي عندك طلبات، حد طلب منك مثلا طلبات في البيت او كذا، تحفظها في ذهنك وما تحاولش انك تكتبها. مش كل حاجه مثلا كل طلب اي حد مثلا قال لك تعمل حاجه او حاجه انت ناقصه عندك في البيت تروح فاتح كيب نوتس. بلاقي ناس كتير بتفتح كيب نوتس بعد كده يبدا ان هو يكتب الحاجات اللي هو ناقصاه عشان ما ينساش حاجه، فده يؤدي ان هو يعطل آلة الذهن ويستخدم القلم، فده يخليه ينسى مع الوقت، يخلي جانب الذاكره وجانب الحفظ عنده يقل. فما تكتبش اي معلومه، ما تكتبش اي حاجه. ليه؟ لانك انت لو كتبت المعلومه دي انت كده ذهنك او نفسك معتمده على حاجه تاني، معتمده ان هي في حاجه مكتوبه. فحاول على قد ما تقدر الحاجات اللي مش مهمه حاول انك
ما تكتبهاش. اكتب بس الحاجات المهمه، انما الحاجات اللي مالهاش لازمه، يعني مثلا انت رايح تجيب طلبات، انت رايح مثلا رقم معين، رقمك انت، رقمك القومي، الكلام من ده حاول انك تحفظه. الحاجات دي من الحاجات اللي هتقوي ذاكرتك. انا حتى في الايام اللي فاتت دي، الشهرين اللي فاتوا دول، حاولت حتى اي رقم انا اعرفه من صاحبي او كذا او الكلام من ده، ان انا احفظ الرقم ده عشان يقوي عندي جانب الحفظ. طب لو نسيت، انا عايز اكلم صاحبي ده ونسيت، كان معايا تليفون زراير ساعتها كمان، لو انا نسيت الرقم ده مش هعرف اكلم صاحبي. هتقول لي مثلا انا ممكن انسى، انا ممكن المعلومات اللي انا عاملها دي انساها او كذا. انسى عشان تتأدب بعد كده. لو انا رايح مشوار مثلا، هتضطر ان انت ترجع المشوار تاني علشان تعرف، فنفسك تتأدب، فبعد كده لما تيجي تحفظ تركز في المعلومات كويس وهتحفظها كويس. وطبعا ده الفرق بيننا وبين الناس القديمه، الناس اللي هي زمان خالص، اللي ما كانتش بتكتب، فكانت بتحفظ كل حاجه. يسمع الشعر من اول مره وشعر يكون 200 بيت ويسمعه من اول سماع ليه. ليه؟ لانه ما اعتمدش على حاجه يكتبها، هو عارف ان هو مش هيسمع الحاجه دي قبل كده. فالقاعده اكسر القلم، شغل ذهنك، ده هيخليك ان انت تطور عندك آلة الذهن وتطور من نفسك. والعجيب في الدنيا دي ومن وجهه نظري انا، ان مفيش حاجه ثابته، يا تطلع يا تنزل. فما ينفعش انك تقول ان انا عايز احافظ على المعلومات دي، او انا عايز احافظ على العضلات دي، ان انا اروح شهر مثلا الجيم او اتمرن سنين في الجيم واكون عضلات وبعد كده اقول خلاص انا مش هتمرن. هتنزل، هتقل، او تجمع شويه فلوس. طبعا لما تكون شويه فلوس، مش طبعا فلوس كتيره، بس الخلاصه ان هي مع الوقت هتقل، يا اما تزود يا اما هتقل تدريجيا. مفيش حاجه اسمها ثابته، تطور من نفسك هتنزل. النقطه هنا فين؟ ان انت ما ينفعش تقول ان انا عايز اثبت على علم معين، او انا خلاص جمعت العلم ده فانا عايز احافظ على العلم ده. اللي يخليك تحافظ على العلم ده ان انت تطور من علمك، ان انت تزود العلم. زي قطعه التلج، لو قطعه تلج واحده وانت حاططها في الكوبايه هتسيح لوحدها، انما لو كميه تلج معاها هتساعدها. مع الحفظ ومع المراجعه ده هيخلي عندك العلم القديم بتحافظ عليه. ليه؟ لان انت بتربطه مع العلم الجديد من المعلومه دي، وبتبدا تعمل ربط بين المعلومات القديمه والمعلومات الجديده، وكل معلومه انت بتعرفها بتبدا انت تتوسع فيها اكتر، فبتبدا انك ترسخها فيك اكتر. فدي الحاجات دي مهمه، كثره التفكير، وانك تمرن نفسك، وانك انت تحاول انك تحافظ على العلم ده، من انك تزود وتطلب وتزود في العلم. ده هيخليك تحافظ على العلم القديم وتكتسب علم جديد. وطبعا بما ان الطريق طويل فده محتاج لمسايسه من نفسك، وانك تسايس نفسك واحده واحده. انت شايف مثلا نفسك ان انت ممكن تحفظ مثلا 20 حديث، فانت خد 5 احاديث، 3 احاديث استمر عليهم اول اسبوع، بعد كده ثاني اسبوع زود شويه، ثالث اسبوع ده زود شويه، وبالتدريج تبدا تسايس نفسك واحده واحده. مثلا في القران انا دلوقتي عايز احفظ مثلا صفحه، وشايف قدرتي ان اقدر احفظ الصفحه، خد سطر، سطرين، 3 سطور، لقيت نفسك استمريت. حتى لو انت لقيت من نفسك في يوم ان انت لا تقدر تحفظ اكتر، ما تعملش كده، استمر. لو لقيت من نفسك همه او كذا، ما تديش لنفسك اللي هي عايزاه، لا، خد واحده واحده. لان نفسك ممكن يكون في البدايه فيها اندفاع، فانت خد واحده واحده، ولما تلاقي نفسك استمريت على الحبه الصغيرين دول، ادي شويه كمان، ادي الاسبوع اللي بعده شويه كمان. في مساله القراءه، لان انت طبعا عشان تزود علم فانت لازم تقرا. فمساله القراءه، لو انت ما شفتش فيديو ازاي ابدا اقرا، ممكن تشوف الفيديو، اول فيديو انا عملته على القراءه، اول كتاب قراته في حياتي. لازم تبدا تعود نفسك وتاقلم نفسك على القراءه. تبدا بالحاجات اللي هي ممكن تبدا بالروايات النزيهه لو انت عايز تبدا قراءه، دي من الحاجات اللي هي ممكن تحببك في القراءه واحده واحده. او انك تبدا بحاجات علميه، حاجه انت بتبحث فيها، حاجه شغله ذهنك، فبرضه تبدا واحده واحده وتبدا تسايس نفسك وتحبب نفسك في القراءه، تحبب نفسك في العلم اللي انت بتحفظ فيه، تحبب نفسك، لان ده من الحاجات اللي انت بتسايس نفسك عليها، وعايز نفسك طول حياتك تطلب في العلم او تطلب في زياده وتحصيل العلم في القراءه. فدي من الحاجات اللي محتاجه مسايسه من نفسك علشان تستمر عليها. بس وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش انكم تدعمونا باللايك علشان تزودوا التفاعل على الفيديوهات، وما تنسوش انكم تكتبوا افكار تحت في خانه الوصف، واكتب وجهه نظرك ازاي انت تقدر تقوي ذاكرتك، ولو انت عندك معلومه تضيفها لنا تحت في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.